كل الكلام اللي قالته قبل كده اتغير. اعترافات سالك جباس المحامية اللي أنهت حياة والدتها في اسكندرية. بدأت قالت لك إن أنا علاقتي بوالدتي من صغري ما كانتش حلوة، وإن والدتها السبب في إن حياتها كلها متلخبطة وخربت لها حياتها كلها. وقالت إن بعد أمها وأبوها ما انفصلوا اتطلقوا، والدتها اتجوزت واحد تاني وجابته في الشقة بتاعتهم، عاش معاهم وأجبرتهم يعيشوا معاه. طيب قالت لك إن أمي كانت بتخلي أخويا دايما يضربني، وإن لما وصلت لسن الجامعة زوج أمي كان بيتحرش بيا، فرحت قلت لأمي فما صدقتنيش وقالت لي انت كدابة، انت بتعملي كده علشان تطلقيني منه. لما وصلت لسن ان انا في الجامعة حبيت واحد من محافظة تانية تقريبا كان زميلها، واتفقنا ان احنا نتجوز وقرب ميعاد الجواز، امي خلت جوزها يتصل باهل العريس ويقولوا له عني ان انا اخلاقي وحشة وبوظت الجوازة. لما اتجوزت زوجي الاولاني وجبت منه بنتين، كان عندي شقة تمليك في الشيخ زايد، امي اقنعت طليقي اللي هو ابو البنتين ان انا ليا، ان هو له الحق ان ياخد نص الشقة، تكتب له نص الشقة. فطبعا حصلت خلافات بينه وبين مراته، فراحوا متطلقين. قالت لك هي السبب في الطلاق. ولما انا كان المفروض ان اخد البنتين، هي فضلت ان هي تاخد البنتين تربيهم علشان كانت طمعانه في النفقه بتاعت، يعني كلام مش منطقي. الطبيعي ان انت اللي بتاخديهم وانت اللي بتاخدي النفقه وانت بتصرف عليهم، فالبديهي ان انت اديتيهم لها وقلت لها هسيب لك النفقه تصرفي عليهم، لانك انت مش فاضيه اصلا انك انت تربي العيال، ما انت بره طول الوقت. فبرضو التهمه دي لزقتها في امها، قالت لك ان هي فضلت تربيهم وتاخد الفلوس. بعد كده اتجوزت، اجبرتني ان انا اتجوز للمره الثانيه، ومش عارفه انت يعني انت واحده بتشتغل محاميه وليكي شأنك وكبرتي ومفيش حد يجبرك. قالت لك اجبرتني ان انا اتجوز للمره الثانيه. اتجوزت للمره الثانيه وجابت بنت اسمها مريم، والبنت دي في ظروف البنت تعبت وامها خدتها معاها، هي نفسها المحاميه خدتها معاها المحكمة، والبنت كانت تعبانة والمرض زاد، فدخلتها مستشفى الشاطبي والبنت توفت. وكانت بتعمل استغاثات لرئيس الجمهورية ووزير الصحة، وبتقول لزمايلها شيروا الموضوع وادعوا لبنتي، والموضوع ده كان مشهور على الفيسبوك. وبسبب وفاة بنتها هي اتطلقت. فبتقول لك لا، ده أمي هي اللي خربت حياتي، والطلاق التاني كان بسبب أمي. أمي قالت لبنتي لما وصلت سن 9 سنين وانا كنت متجوزه الزوج الثاني، قالت لبنتي من الزوج الاول تروح تقول لوالدتها ان جوزك بيتحرش بيا، يعني انت بتعيدي نفس الكره القديمه. وعلى الرغم من اني انا ما صدقتش بنتي، الا اني رحت عملت فيه محضر، وبعد كده كان السبب في طلاقي، حصلت خلافات واتطلقت. فامي خدت المحضر وراحت ادته لطليقي علشان ياخد البنتين. هو يعني انت كنت بتقولي ان هي كانت طمعانه في الفلوس، فانت دلوقتي بتقولي انك انت عايزه البنتين يرجعوا لاهلهم، وفعلا البنتين راحوا لوالدهم. المحكمه حكمت ان والدهم يفضلوا معاه، وانا حاولت ارجع بناتي وهي رفضت. رجعت قالت لك انا امي كانت بعد كده اتطلقت وهي بعد ما اتجوزت جوزها ده ب26 سنه، فكانت بتطلب مني مبالغ كبيره، لدرجه ان هي طلبت مني اجيب لها شقه تمليك، وجبت لها. هي تقصد الشقه التمليك اللي الست توفت فيها الله يرحمها. يعني هو انا مش عارفه، هو انت اخوكي بيقول انك انت امك كانت مفضلاكي لانك انت البنت وحيده، وكنت بتجيب لك كل طلباتك، وكانت مدلعاكي ومرفهاكي بدليل كميه الذهب اللي موجوده. هو انا مش عارفه هي والدتها كانت غنيه وبتجيب لها كتير، ولا والدتها كانت بتبتزها وبتاخد منها، ولا الذهب اللي عندها ده من فلوس التمويلات اللي كانت بتجيلها من بره، ولا اخوها بيقول الكلام ده بناء على ايه؟ هل هو مثلا طمعان في الذهب اللي اتصادر عايز ياخده ويقول لك امي اللي اشترته، ولا هو يعني انا مش فاهمه. هم العيله دي كلها كلامها في تناقضات غريبه جدا.
يعني ما كانت الاول بتقول لك ان انا قبل ما يحصل الموضوع ده انا علاقتي كانت كويسه جدا بامي، الكلام ده قالته في الاول، وانا حتى كنت بروح معاها المستشفى ورحت عملت لها فحوصات وتحاليل وان علاقتي كويسه بيها، وكانت بتطلع في البرامج تقول لك اللي ما يحطش امه راس على تاجه ما يستحقش تدعي له، امك ثم امك ثم امك، يعني بيقولون ما لا يفعلون. طب لما انت عارفه ان الام تاج على الراس وانك انت مفروض ومفروض، عملتي فيها كده ليه؟ وبعدين ايه المبررات العجيبه دي؟ انا هعتبر ان امك كانت في كل الاحوال سيئه جدا، وهي السبب في طلاقك المرتين، وهي اللي حرمتك من بناتك على كلامك. هل ده يخليك انك انت تروحي تنهي حياتها؟ طب يا ستي انت ربنا فاتحها عليك وعندك شقه وعندك عربيه وعندك ذهب وعندك فلوس، ايه اللي يخليكي تقعدي مع الست طالما انت مش طايقاها ومش متحملاها وبتعايرك؟ ومره تقولي قالت لي انت مجنونه زي ابوكي، ومره تقولي ان هي قالت لك انت فاشله وعايرتك بطلاقاتك. طيب يا ستي ما انت لو هي بتعايرك بطلاقات، ما هي نفسها اتطلقت مرتين. انتوا عيله غريبه يعني. هو انا مش عارفه، هو الكلام اللي بيتغير كل شويه ده، يعني انت عايزه يعني الراي العام يتعاطف معاكي على حساب الست اللي انت انهدي حياتها وقطعتيها؟ ومش اي واحده، دي امك، اقرب الناس ليكي واعز الناس ليكي. انت مره يقولوا ان هي مريضه ودخلوها المستشفى عشان يكشفوا على قواها العقليه، وبعدين ايه الكلام اللي هي بتقوله ده يدينها؟ يعني انت عارفه كل حاجه اهو، انت مستفه ومرتبه وحياتك كلها من البدايه عارفاها وحافظاها، وان هي خربت لك حياتك وان هي انت كنت بتطلعي بناء على ايه لما انت حياتك فاشله بالشكل ده؟ وعلى كلامك امك نفسها كانت فاشله في زيجاتها، فانت كنت على اي اساس بتطلعي تنصحي الستات وتقولي لهم يعملوا ايه مع ازواجهم والاطفال والست المطلقه تعمل ايه طب ما انت حياتك نفسها فاشله. كنت نفعتي نفسك انت لما انت تقولي انك انت مسؤوله عن الحاجات اللي زي دي وليكي تطلعي في البرامج تتكلمي. ده كمان ده من ضمن اللي غيروا، حطت قانون جديد في ضمن القوانين اللي اتعدلت في قانون المراه. يعني بص لحد فين، يعني هي كانت مشطوبه من جداول المحاميين وبتمارس المهنه، وكمان دخلت في القانون عدلت معاهم فيه. انا مش عارفه على اي اساس انت كنت بتعملي كل ده وانت واحده بلسانك اهو فاشله. انت قلتي انت فاشله، امك فشلت حياتك، فانت بتتكلمي من بداياتك من وانت صغيره فاشله. فانت كنت بتنصحي الناس على اي اساس لما انت واحده بتجيلك تمويلات من الخارج ومعاكي فلوس وبتشتري عربيات وبتشتري ذهب وبتشتري وبتعملي كل ده؟ انت ما كنتش فاضيه اصلا، انت ما كنتش فاضيه تربي عيالك. فما ترميش التهمه على واحده ست كبيره فوق ال70 وتقولي ان خربت لك حياتك وهي السبب في ان اتطلقتي، وكانت بتقول لزوجي وكانت، ما هو اصل خلاص ما بقاش في حد بيتكلم الا انت. فاحنا دلوقتي احنا محطوطين في ايه بقى؟ احنا محتاجين ان في تغيير الراي العام. الراي العام اللي بيقول اعدموها دي ست فيها وفيها، لا، احنا المفروض ان احنا نتعاطف معاكي ونصدقك بعد اللي انت قلتيه الاول، وننسى اللقطات والراس اللي كانت موجوده في الثلاجه وبقيه الاحداث اللي حصلت. مطلوب ان احنا ننساها ونقول انك انت واحده كنت مقهوره من طفولتك، ولا امك ظلمتك، ولا انت كنت فاشله، ولا انت مريضه نفسيه، ولا هو ايه بالظبط؟ احنا عايزين نعرف، بس احنا منتظرين التقرير يجي من المستشفى، لان دلوقتي المفروض ان هي في مستشفى امراض نفسيه وبيكشفوا على قواها العقليه، ولما يطلع التقرير هنعرف. ولكن هو ده احنا كده كل شويه الاعترافات بتتبدل وبتتغير، وهي كمحاميه عارفه ايه اللي يدينها وايه اللي يخرجها وايه اللي تخلي الناس تتعاطف معاها فيه، وان وقاعده عماله بتغير في كلامها وبتغير في اقوالها، والموضوع داخل في لخبطه الناس دلوقتي. وعلى الرغم من كده ان في لجان منتشره عماله تحاول ان هي عايزه الدفه تتقلب ان الناس تبقى معاها هي، الا ان في ناس كتير جدا جدا منتظرين الحكم اللي هو عدل ربنا، يعني القصاص.
عدل الله واخوكي نفسه الاخ نفسه بيقول ان انا عايزها تتعدل. ده مش بس كده، ده جايب محامي عايز حق امه وبيقول انا مش هسكت غير لما اجيب حق امي. هيجيب حق امه منها اللي هو بيطالب باعدامها. انا مش عارفه الايام اللي جايه فيها ايه، وزي ما قلت لكم انا مكمله اي اخبار جديده هعرفها هطلع واعمل فيها. شكرا.